ناخد بنعمة ربنا كلمة روحية بسيطة بمناسبة أن النهاردة عيد الأنبا بولا الطموحي، وعارفين أن الأنبا بولا الطموحي صديق الأنبا بشوي حبيب المسيح. فنتكلم بنعمة ربنا النهاردة كلمة روحية بسيطة عن الصداقة الروحية. والصداقة الروحية دي موجود لها نماذج كتيرة خالص في تاريخ الكنيسة. من الحاجات الملموسة لينا قوي هنا في ملاوي صداقة أنبا بشوي مع أنبا يحنس القصير، وعشان كده حتى يعني دير البلشة ودير أبو حنس لازق في بعض. وهم لما جم يهربوا من وادي النطرون هربوا مع بعض. صحيح كان صاحب الفكرة هو أنبا يحنس. أنبا يحنس هو اللي جه لأنبا بشوي صديقه. كان ممكن أنبا يحنس جات له الفكرة ينفذها لوحده، لكن لأنه له صديق حميم يعني زي كاتم سره يعني، فقام اتكلم معاه قال له البربر هيجوا يهجموا على الدير وانا ههرب. قال له تهرب؟ قال له هتهرب ليه؟ قال له اصل انا مش عايز واحد يخش الجحيم بسببي. يعني الراجل ده اللي من الغزوة البربر دولت لما هيجي يقتلني هيرتكب خطية قتل، ولما يرتكب خطية قتل يبقى هيروح الجحيم، ويبقى راح الجحيم بسببي لانه قتلني انا، فانا مش عايز حد يروح الجحيم بسببي. قال له فكرة جميلة. فقالوا يهربوا مع بعض. يهربوا فين؟ فراحوا جايين على ملاوي. لان كان في زمان قبليها مثلا ب10 15 سنة كان أنبا بشوي كان جه في منطقة أنصنة، كان في واحد راهب أضلته الشياطين وبدأ ينكر الثالوث. فجاء أنبا بشوي من وادي النطرون عمل كمية أفف كتيرة، بس عملها بطريقة بقى مخصوص. يعني عمل كل أفة لها 3 ودان، وجه شالهم على قلبه بقى، مفيش مواصلات ولا حاجة، من وادي النطرون لغاية أنصنة وشايل الأفف دي كلها. فلما وصل أنصنة بقى عند الشيخ ده الراهب، يعني اللي هو يعني كان أضلته الشياطين ده، فالناس اللي شافوا أنبا بشوي وهو شايل الأفف دي قالوا انت جاي من فين وايه اللي شايله ده؟ وايه الأفف دي شكلها غريب قوي، يعني أفف بقى لها ودنين مش 3. قال لهم لا، اصل انا ليا ثالوث وبعمل كل حاجة على مثال الثالوث. قالوا لا يبقى في حاجة اسمها الثالوث؟ قال لهم طبعا. وبدأ يشرح بقى للراهب اللي أضلته الشياطين وكل الناس اللي معاه لغاية لما ضدهم للإيمان، وتصاحب عليه. فقام جه بقى أنبا بشوي لما أنبا يحنس قال له هنهرب، قال له يلا بينا. طب نهرب فين؟ نهرب حتة بعيدة. أي حتة بعيدة؟ لا، نهرب نيجي من ملاوي، الحتة اللي خدم فيها أنبا بشوي قبل كده. والصداقة بقى الشديدة اللي بين الأنبا بشوي وأنبا بولا الطموحي اللي استمرت حتى الممات.
أنبا بولا الطموحي أخذ وعد من ربنا يسوع إن جسده يبقى مع جسد أنبا بشوي. وعشان كده لما جم الرهبان بتوع وادي النطرون في القرن التاسع الميلادي ياخدوا جسد الأنبا بشوي، واخدوا فعلا جسد الأنبا بشوي وحطوه في المركب ويطلعوا بيه على مصر ومنها يعني لوادي النطرون. فالمركب ما اتحركتش غير لما راحوا جابوا الجسد بتاع أنبا بولا الطموحي وحطوهم مع بعض، ولقوا في نحاسة موجودة مكتوب بتقول ان هم يدفنوا مع بعض، وفعلا حطوهم هم الاثنين في انبوبة واحدة، ولا زالوا في انبوبة واحدة في دير الأنبا بشوي في وادي النطرون. فهنا في صداقة نسميها صداقة روحية. صداقة روحية تبقى مبنية على مبادئ روحية. الكتاب المقدس طبعا فيه يعني صداقات كثيرة، زي صداقة ومحبة يونسان ابن شاول لداود، دي من الصداقات القوية جدا وفي منتهى الوضوح. قصتها طويلة وشيقة لدرجة انه شاول كان يعني بيوبخ ابنه يونسان ويقول له طول ما داود ده عايش انت مش هتشوف المملكة ولا، لان هو ده الوريث. وكان بيقول له كلام صعب قوي. لكن في صداقة روحية جميلة زي صداقة برنابة الرسول وشاول الطرسوسي. وبرنابة يبقى مع شاول الطرسوسي لغاية لما يبقى شاول ده يبقى بولس الرسول، ويبقى برنابة اللي هو يعني سبقه في الإيمان بسنوات يبقى كأنه خدام لبولس الرسول. فالصداقة الروحية بتدوب الفوارق، خليهم كلهم محبة روحية، محبة واحدة. مش يقول له لا ده انا اقدم منك، ده انا اعرف المسيح قبلك. وفي احترام وفي محبة متبادلة. طبعا بيتوج كل هذه الصداقات صداقة ربنا يسوع. ربنا يسوع يقول لنا كده، يقول أقول لكم يا أصدقائي، أو أقول لكم يا أحبائي. الحق أقول لكم يا أصدقائي أو يا أحبائي نام راتي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر. عشان كده احنا بنسمي ربنا يسوع هو الصديق الألصق من الأخ، لأن مين عمل زي ربنا يسوع اللي فدانا بدمه؟ وعشان كده ربنا يسوع كان بيقول لتلاميذه لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء. ربنا يسوع ادانا مثالا في ازاي تبقى الصداقة الروحية. ونشوف الصداقة الروحية دي متجسمة في حياة القديسين
بطريقة جميلة. شوف مثلا واحد زي الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، لما يبعت رسالة لصديقه قديس ديديموس اللي فقد بصره، يوم يبعت له يعزيه، مش يقول له فقد بصره طب انا اعمل له ايه بقى، طب انا هبعت له، طب ويقراها ازاي، ابعت له رسالة يقراها ازاي؟ لا، ابعت له رسالة، بس رسالة روحية جميلة. قال له فيها ايه؟ قال له لا تحزن يا صديقي ديديموس، لأنك حرمت من نور البصر الذي به نعاين الحشرات. أو الحشرات برضو لها طريقة ممكن بتشوف بيها يعني. قال له بل تهلل، لأن الله منحك العين الباطنية أو الباطنة ونور البصيرة التي بها تشارك الملائكة في رؤية الله. قال له سيبك من الكلام ايه يعني، نظرك ضاع مش مشكلة، لكن انت اشكر ربنا انه البصيرة الروحية ربنا مخليها في قلبك اللي بيها تقدر تشوف ربنا، ده الأهم. فده الصديق الروحي اللي ينشل صديقه من الأزمة ويديله تعزية روحية ويرفع معنوياته. ربنا يسوع كصديق ألصق من الأخ يطلب عن البشرية، يطلب عن التلاميذ، يقول لست أسأل، يناجي الآب يعني، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. بيعلمنا ازاي نصلي من أجل أصدقائنا. عشان كده أحبائي مهم جدا أن الإنسان يبقى في علاقة قوية بينه وبين ربنا، ويكون ربنا هو فعلا صديقه، لأن مش ممكن هتلاقي صديق مخلص أكثر من ربنا. هو فعلا الصديق الألصق من الأخ. قال من يحبني يحفظ وصاياي. انت حب ربنا واحفظ وصاياه وخليك ماشي في مخافته، هتلاقي ربنا واقف جنبك. قال إن أرضت طرق إنسان الرب جعل أعداءه يسلمونه. تلاقي هذا الصديق بجوارك في كل وقت. الإنسان يتعلم برضه من صداقة القديسين، زي ما شفنا قديس أنطونيوس مع ديديموس، ازاي أنبا بشوي مع أنبا يحنس، وأنبا بشوي مع أنبا بولا الطموهي، وازاي القديسين الحلوين دول كلهم كانت هناك صداقة روحية، يبني الآخر، يساعد الآخر، يكون في هدف روحي مشترك. من الأقوال الجميلة يقول من يعاتبك ويوبخك على زلاتك أحبه مثل نفسك واتخذه لك صديقا. يبقى الصديق مش هو اللي عشان تهيص معاه، لا، الصديق هو اللي يبنيك روحيا، اللي يساعدك في حياتك الروحية. عشان كده في المقابل يبقى المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. هم أصدقاء بس ده أصدقاء السوء، نسميهم أصدقاء السوء. أغسطينوس قبل التوبة كان له أصدقاء، بس أصدقاء إيه؟ من نفس العينة بتاعة المعاشرات الردية، وأفسدت أخلاقه وأفسدت حياته. وبعد كده قديس أغسطينوس لما تاب بقى يندم على السنين اللي ضاعت منه بعيد عن ربنا.
ربنا حب يخلي الإنسان يتعلم الصداقة من البداية، فقال ليس حسنا أن يكون آدم وحده، فخلق له حواء معينا نظيره. وبعد كده لما قايين قتل أخوه هابيل، فربنا حب يفكره بأنه ده أخوه وصديقه مفيش غيرهم، وقول له أين هابيل أخوك؟ وللأسف كان الرد صعب قوي، مش قول له أخطيت، ده أنا عملت خطية وحشة، ده أنا اتسبعت، ده أنا عملت. قال له أحادث أنا لأخي؟ الإنسان الخاطي بيتمادى في الخطية ويتبجح حتى مع الله، يتبجح مع الله نفسه. بقى ده رد يردوا على ربنا وهو عامل مصيبة وقتل أخوه، يقول له أحادث أنا لأخي؟ للأسف الإنسان أحيانا بيبقى في التبجح يزداد في الشر وفي التبجح. عشان كده يا أحبائي مهم جدا إن الإنسان يكون مدقق في اختيار الصديق، ومهم جدا الإنسان يختار صديق يساعده في حياته الروحية. الحدقة دي موجودة حتى مع الأشرار. قال إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الخطاة. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم العوض فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم العوض. ففي صداقة وفي معاملات بين الأشرار، ولكن مش دي المطلوبة. المطلوبة عمق الحياة الروحية اللي هي بلا عصرة، اللي هي بلا خطية، اللي هي فيها بنيان للحياة الروحية. قال فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. هي دي تبقى الصداقة. عشان كده يشوع بن صراخ يقول حاجة جميلة قوي في اختيار الصديق: وليكن المسالمون لك كثيرين. يعني خليك مسالم لكل الناس. قال على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. فبقول ليكن المسالمون لك كثيرين، وأصحاب سرك الصديق بقى المظبوط من 1000 واحد. من 1000 خد واحد بس، هو ده اللي يبقى الصديق، ده اللي هو يبقى حافظ سرك، هو ده اللي يبقى صاحب سرك. من 1000 واحد. لكن يبقى فيه فرق بين مثلا الزمالة والصداقة. واحد مثلا في المدرسة معاه الفصل كله، احيانا دلوقتي مع كثافة الفصول الكتيرة بيعدي 40 واحيانا يعدي 50، فيبقى الفصل كله زملاته لكن مش اصدقائه. في فرق بين الزميل والصديق. الزميل كله زملاته، واحد بيشتغل في مصلحة كبيرة كل اللي معاه في المصلحة زملاته لكن مش اصدقائه. الصديق ده حاجة تاني. الصديق ده يبقى ايه؟ له وضع اخر. فالانسان اللي عايز
يمشي صح يدور على الصديق ويختار من 1000 واحد، يختار من 1000 زميل، يختار من 1000 دول يختار واحد بس يبقى هو ده الصديق. وده اللي يقدر يتكلم معاه في امور ما يقدرش يقولها لحد تاني. ممكن الصديق ده يكون ربنا، وممكن الصديق ده يكون اب الاعتراف، وممكن الصديق ده يكون واحد يشجعك في حياتك الروحية، وممكن الصديق ده يكون الاب والام، ممكن الصديق ده يكون الاخ او الاخت، ممكن الصديق ده يكون انسان في مخافة ربنا يقدر يساعدك على بنيان حياتك الروحية. احنا نتعلم النهاردة من قديس الانبا جولا طموهي والانبا شوي، نتعلم ازاي نعيش الصداقة الروحية، ازاي تبقى في محبة للكل ولكن صداقة روحية تكون على مبادئ روحية سليمة، انسان يكون بيساعدك فعلا على بنيان حياتك الروحية. ربنا يعنا على خلاص نفوسنا، له المجد من أبديا. أمين الليل ويبتبت ريك أيوك أجنب نغماتك نكاي. هناخد كلمة روحية بسيطة بمناسبة إنجيل قداس النهاردة اللي كان بيتكلمنا عن الطاعة، وشوفنا إزاي معلمنا بطرس الرسول أطاع رغم عدم اقتناعه، رغم عدم اقتناعه. يعني قال ربنا كده، قال له تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. وبطرس الرسول ده خبير في الصيد، وجه ربنا اداله حاجات يعني ضد كل مبادئ الصيد اللي يعرفها. لكن رغم عدم اقتناعه قال له ولكن على كلماتك نطرح الشباك. وبمناسبة ايضا ان الاسبوع الجاي هيبقى عيد القديس انبا يحنس القصير، وانبا يحنس القصير مشهور بفضيلة كبيرة قوي وهي فضيلة الطاعة ايضا. لكن في آية مهمة قوي بيقول أنتم عبيد لمن تطيعونه. يعني الإنسان بيبقى لو هو بيطيع ربنا يبقى عبد ربنا، لو بيطيع الشيطان يبقى عبد للشيطان. عشان كده قال أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. فالإنسان اللي هو ماشي مع الشيطان بيسمع كلام الشيطان هيبقى من ولاد الشيطان، والإنسان اللي بيسمع كلام ربنا يبقى من ولاد ربنا. كلام بديهي. ونلاقي موضوع الطاعة ده يمكن هو أول وصية ربنا اداها للبشر. ربنا عمل ايه مع أبونا آدم وحواء؟ قال لهم من جميع شجر الجنة تأكل إلا شجرة معرفة الخير والشر، يوم ما تأكل منها موتا تموت. وللأسف رغم هذا التحذير المسبق ولكن الإنسان ما أطاعش ربنا. وطبعا كانت النتيجة ان الانسان اضطرد ضد جنة عدن ولم يعد يرى الرب يسوع، لم يعد يرى الله كما كان يراه كل يوم ويسمع صوته.
اتحرم من كل هذه البركات، وبقى في عقاب. بعرق جبينك تأكل خبزك، وبقى في حكم الموت. بس ربنا من محبته للإنسان تجسد وفدى الإنسان، مات عوضا عن الإنسان ليعيد للإنسان الحياة مرة أخرى. فأحيانا يبقى الإنسان بيسمع كلمة ربنا لكن ما ينفذهاش، وده عامل زي في المثل بتاع الزارع. ربنا قال خرج الزارع ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته. ففي واحد يسمع كلمة ولكن الشيطان يجي يخطفها. فعايز الإنسان يعني يخبئ الكلمة في قلبه. قال له خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. لما نمشي شوية قدام كده نلاقي الشعب في أيام نوح ربنا ادى تحذير مسبق ان ربنا هيهلك الارض لو الناس ما تابتش. وفي فلك نوح بيبني فلك. اللي فيكم يا ناس عايز ينجو من الهلاك اللي ربنا هيجيبه على الارض يخش الفلك، يجي معانا في الفلك. الناس تقعد تتريق على نوح ومحدش دخل معاه الفلك غير هو ومراته وعياله وزوجات اولاده، 8 أنفس فقط، والباقي كله مكبر دماغه. مفيش حد عايز يسمع كلام ربنا ولا عايز يسمع التحذير، لغاية لما جه الطوفان قال لا الحكاية بجد بقى. طب بجد، طب يعمل ايه؟ مش هيعرف يخش في الفلك، خلاص الفلك اتقفل وربنا اغلق على نوح. فعايز الانسان يسمع لصوت ربنا زي ما قال ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. عايز الانسان يكون له اذن حساسة تسمع كلمة ربنا. في احيانا الناس تسمع وما تنفذش، تبقى مقتنعة لكن ما تنفذش. زي الشاب الغني اللي جه لربنا يسوع قال له ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية؟ قال له حكاية بسيطة خالص، احفظ الوصايا. قال لا هذه حفظتها منذ حداثتي، ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ فربنا قال له اتريد ان تكون كاملا؟ اذهب بيع كل مالك واعطيه للفقراء وتعال اتبعني حاملا الصليب. مش هو اللي بيسأل وربنا جاوبه على قد السؤال. فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة، وما رضيش ينفذ. هو ربنا اداله نصيحة لكن ما رضيش ينفذ. شوف واحد مثلا زي هيرودس الملك، كان يوحنا المعمدان يصرخ في وشه كده ويقول له لا يحل لك ان تكون لك امرأة اخيك.
وبعدين مستعبد للشهوة، وتيجي مرات اخوه كل الكلام والتحذير الشديد اللي بيقوله يوحنا المعمدان لهيرودس يتبخر. بيلاطس الملك مراته بعتت له تحذير وقالت له اياك وذاك البار لاني تألمت الليلة من اجله. اياك وذاك البار. لكن لما جه بقى الشعب وقال له ان انت اطلقت ذاك فلست بصاحب قيصر، فلما بقى في محك انه هيبقى هو مقاوم لقيصر، لا خاف على كرسيه، خاف على كرسيه، وكل اللي عمله ملهوش لازمه. جاب شويه ميه وقال لهم انا بريء من ذاك البار. يعني هي دي فعشان كده قال من له اذنان للسمع فليسمع. طبعا في ناس بتسمع وفي ناس مش بتسمع. يعني شوف واحد زي ابونا ابراهيم يطيع، ويطيع بلا مناقشة وبلا جدال. ربنا يقول له اخرج من ارضك ومن عشيرتك الى الارض التي اريك، يخرج. ويجي معلمنا بولس الرسول يقول خرج وهو لا يعلم الى اين يمضي. خرج زي ما ربنا قال له اخرج، خرج. يجي ربنا يعمل له امتحان اصعب، يقول له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي محرقة. ويعمل ايه؟ بكر باكرا جدا واسرج دابته، واخذ غلامين معاه، واخذ الحطب، واخذ اسحاق، وهيقدمه ذبيحة. وتبقى ايه النتيجة؟ النتيجة بقى فيه بركات. يبقى يقول له اقسمت بذاتي. ربنا يقول لابراهيم يقول له اقسمت بذاتي. وابراهيم اللي خرج وهو لا يعلم الى اين يمضي، وخرج يعني ما حلتوش حاجة بقى، ساب كل حاجة. يبقى ابراهيم هو اغنى واحد على الارض. عشان كده ربنا كمان طلب مننا الطاعة. مش بس ربنا، الطاعة كمان للوالدين، الطاعة لأب الاعتراف، الطاعة للمرشد الروحي. يبقى الإنسان اللي بيطيع بياخد بركة كبيرة. وعشان كده بالنسبة للوالدين بالذات قال اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. وتلاقي الوصية دي متكررة في سفر الخروج، سفر التثنية، مكررة كمان في العهد الجديد. والطاعة طبعا من خلال وصية ربنا. يعني يكون الأب والأم والمرشد الروحي وأب الاعتراف وكل ده يكون بيطلب حاجة ما تكونش مخالفة لوصية ربنا.
وعشان كده في التعهد اللي بيتعهده الكاهن يوم رسامته يوم يقول من ضمن التعهد ايه؟ ولا آمرهم بما يخالف وصية الرب. يتعهد ان هو ما يقولش للشعب على حاجة تكون بتخالف وصية ربنا. وبالتالي برضو احنا بنقول للآباء والأمهات لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم في مخافة الرب وأنذاروا. فالطاعة نمرة واحد لربنا. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ولكن برضو نطيع اللي بينصحنا من أجل خلاص نفوسنا، نطيع اللي بيقدم لنا نصيحة صالحة. من ضمن الناس، او مش لازم ناس يعني، الكائنات التي تطيع الملائكة. الملائكة بتطيع طاعة كاملة بلا نقاش. يقول كده يباركوا الرب يا جميع ملائكته الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه. طاعة فورية، طاعة فورية بلا جدال ولا نقاش. باركوا الرب يا جميع ملائكته الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه. بمجرد ما يسمعوا ينفذوا مهما كان، حتى لو كانت ضربات زي الضربات ضرب الملاك المهلك أبكار المصريين قديما، زي ما ضرب 185,000 من جيش سنحريب. مفيش مشكلة يعني قولوش يا رب مش ده عدد كتير قوي ده حصل. لا، هو عليه ينفذ بس مش يناقش. الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه. والانسان اللي يبقى مطيع بهذا الشكل يبقى فعلا يستحق بركة الطاعة. لان احيانا تبقى الفرصة جايز ما تتكررش تاني. يعني متى الانجيلي اللي هو لاوي، ومن سبط لاوي اللي هو نصيب الرب، يسيب الخدمة بتاعت الهيكل ويروح يشتغل في مكان الجباية، وبعد كده يفوت عليه ربنا ويقول له كلمة واحدة بس، يقول له اتبعني. كان ممكن يأجل، يقول انا عمش ومخلص الحسابات اللي قدامي، لما ألم الفلوس اللي قدامي، لما مش عارف ايه، لما اتحاسب حتى اخر النهار. لكن ده للوقت ترك كل شيء وقام وتبعه. اتبعني ممكن ما تكررش تاني. فعايز الانسان يكون عنده هذا القلب الحساس انه يستجيب لصوت ربنا. وزي ما سمعنا النهارده في انجيل القداس في حادثة صيد السمك الكثيرة، ربنا يقول لهم بعد المعجزة ديت، يقول لهم اجعلكم صياد الناس. يسيبوا المراكب ويسيبوا السمك ويسيبوا كل حاجة ويمشوا ورا المسيح. شاول الطرسوسي ظهر له ربنا
وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ قال له خش المدينة وفي واحد اسمه حنانيا هيقول لك تعمل ايه. وجه ربنا ظهر لحنانيا الرسول وقال له شوف في واحد اسمه شاول ده تروح وتصلي له وتفهمه الدنيا ماشيه ازاي. قال له يا رب ده انا بسمع عنه بيعمل وبيسوي. قال مالكش دعوه، هذا لي اناء مختارا، نفذ. مهم قوي ان الانسان ينفذ حتى لو ما كانش مقتنع، طالما ان الوصية او الحاجة الموجهة ليه مش ضد وصية ربنا. ربنا يسوع بنفسه ضرب لنا مثل ازاي الانسان يكون مطيع خصوصا لابوه والام. اولا ربنا يسوع اطاع الاب السماوي حتى الموت، موت الصليب. وبالنسبة للعذراء ويوسف النجار اللي هو كان في المنظر كده ان هو كأنه اب المسيح، لكن طبعا هو كان خادم سر التجسد فقط. لكن في الحادثة بتاعت انه ربنا يسوع سابهم وهو في سن 12 سنة وسابهم وكان في الهيكل وقعدوا يدوروا عليه، وجات العذراء تقول له يا ابني عملت فينا ليه كده؟ هو ده انا وابوك كنا نطلبانك معذبين. قال لهم انتوا مش عارفين اكون فيما لابي، ينبغي ان اكون فيما لابي ابي السماوي يعني. لكن بعد كده قال كان خاضعا لهما، كان خاضعا لهما، نزل معاهم وكان خاضع ليهم. ربنا حب يعلمنا ازاي نكون احنا في هذا الخضوع وهذه الطاعة. على العكس طبعا في ناس مش بتسمع الكلام، وممكن بيبقى في اسباب تخليها ما تسمعش الكلام، زي ما الشاب الغني اللي كان الغنى بتاعه هو العائق بتاعه انه يسمع الكلام، زي بيلاطس اللي منصبه والكرسي بتاعه خلاه ما سمعش نصيحة زوجته. نشوف هنا واحد زي أغرباس الملك بيقول لمعلمنا بولس الرسول وهو بيشرح له حقائق الإيمان، يقول له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. بيقولها كده ترياء، هو بدأ يقتنع لكن هو حب يقفل بقى على الموضوع، لا مش عايز، لأنه برضه خايف على كرسيه. أهل أثينا ما رضيوش يسمعوا لمعلمنا بولس الرسول، يقول ماذا يريد أن يقول هذا المهزار؟ فمش عايزين يسمعوا. أهل سدوم وعمورة ما رضيوش يسمعوا للوط، بل كان كمازح في وسط أسهاره. كان واحد عمال بيهزر يعني. فالإنسان اللي عايز يستفيد هو اللي بيدور ازاي يسمع الكلمة
اللي تفيده، وكلمة اللي تبنيه، وكلمة اللي تخليه يقرب من ربنا. والإنسان اللي مش عايز يسمع بيحط حاجة كتيرة علشان ما يسمعش. ربنا يدينا أذان صاغية، لأن ربنا خلق لنا الأذان بتاعتنا علشان نسمع ونعمل. مش بس نسمع ونعمل. نسمع صوت ربنا زي الملائكة اللي بيسمعوا كلامه وينفذوها فورا. نسمع نصيحة الآباء والأمهات، نسمع نصيحة أب الاعتراف والآباء الروحيين. يبقى الإنسان بيستفيد في حياته لفايدته والأبديته، يدور إزاي يسمع ما هو لخلاص نفسه. ربنا يعين على خلاص نفوسنا، له المجد من أبديا.